فيلم عسل اسود. ليه مصر ابو العربي رجع مصر بعد كل السنين دي مع انه حرفيا كان في امريكا؟ مع ان انا شايف ان السؤال الصح ليه مصر السيد العربي ما رجعش مصر من زمان، مع انه اخر مره كان في مصر كان هو لسه صغير، يعني حرفيا بقى فتره كبيره جدا بره مصر. وليه اصلا الفيلم مصنف انه كوميدي مع انه حرفيا ما يعتبرش كوميدي خالص؟ طيب عشان نجاوب على الاسئله دي واكتر احنا محتاجين نبص بس على الفيلم ونفهم كذا حاجه تخلينا نفهم الاحداث ماشيه ازاي. طبعا في بدايه الفيلم وبعد ما عربي طلع من المطار قابله شخصيه راضي، ودي شخصيه مميزه قوي في الفيلم. ورضا ده ببساطه هو اللي بيوصله لانه كان عنده ميكروباص بيوصل بيه الناس من المطار لاماكن اللي هم عايزين يروحوها. وراضي هنا بيعبر عن الشخصيه المصريه الاصيله، مع انها تقول لي اصيله ازاي؟ ده نصب عليه. اقول لك هو نصب عليه لكن نصب عليه برضاه، ده ما ينكرش المناسبه طبعا، بس في الاخر راضي ده اكتر واحد ساعده في الفيلم واكتر واحد سابه برضه واكتر واحد حبه. في الاخر ما رضاش ينصب عليه برضه وقال له السعر بتاع مصر العادي، طبعا بعد ما قلبه كتير قبل كده يعني. وده ببساطه لان مصر وقف معاه لما مصر اتبهدل في المظاهره، والاخر راضي ماشي وسابه برضه، بس بعد كده ما رضاش يسيبه يعني في المستقبل، لان ببساطه راضي ما نساش الجميله دي. وحرفيا كلمه مصر اصيل دي تنطبق على راضي في حته انه ما رضاش يسيب مصر لوحده بعد كل اللي حصل ده، فضل معاه عشان يرد له الجميله اللي هو عاملها له. وحتى بعد الجميله لو كان مصر طلب منه حاجه كان هيعملها له، لان المصري الاصيل بجد هو اللي ما بيسيبش حد وبيحب يساعد الناس كلها، مع ان يمكن هو اللي محتاج مساعده اساسا. ولما مصر بيروح البيت بيلاقي 90% من شخصيات الفيلم وابرزهم سعيد اللي هو صديق الطفوله. ومن هنا تبدا المشاكل الحقيقيه لما مصر راح منه الباسبور المصري والباسبور الامريكي، وكده حرفيا هو مش معاه جواز سفر، يعني من الاخر ما يقدرش يسافر بره البلد، وخش في دوامه شغل جيبك تعدي. طبعا هو ما شغلش لانه تقريبا ما كانش معاه فلوس، لان فلوسه كلها راحت، وحرفيا كان اوقات كتير بياخد فلوس من ام سعيد وبياكل عند ام سعيد وبيعيش عند ام سعيد، فحرفيا ام سعيد دي كانها والدته الثانيه. في المقابل ام سعيد دي ما كانتش بتطلب منه حاجه حرفيا، وكانت معتبراه كانه ابنها. وده بيجي لنا نقطه الست المصريه الاصيله. طيب انت ملاحظ طبعا ان احنا دخلنا على دقيقتين وما جبناش على السؤال الاولاني ليه مصر اساسا رجع مصر، واظن ده واضح وسهل جدا، ببساطه لانه رجع وحن الايام زمان اما كان طفل وعايش في مصر، وحشته الايام اما كان هو صغير، وحشته الاجواء. وسبحان الله صادف في الفيلم ان مصري عايش في مصر في فتره العيد ورمضان، واللي هي فترات كلنا بنحبها وعارفين ناس كتيره بتتجمع فيها، واغلب الناس اللي مسافره بتنزل عشان تتجمع مع اهلها وتقعد معاهم. وفي الفيلم مصر جدا كان مستمتع باجواء رمضان والعيد، لكن دايما الجانب مش مشرق، لان ببساطه لما مصر قعد معاهم في البيت فتره اكتشف الاحلام المدفونه جوه البيت ده، وبدايتها بسعيد اللي كان نفسه يطلع طيار، وحاليا هو عواطلي ووالدته بتصرف عليه، والله منصف اللي كان نفسه يقعد في شقه ليه لوحده بدل ما هو قاعد مع حماته هو ومراته. مصر عامه اكتشف حاجه ما كانش شايفها وما كانش موجود عنده في امريكا، ببساطه ان هنا الناس لبعضها. وبنشوف ده لما كان ساعات بيوصل للعيال الصغيره معاه المدرسه وهو بيوصل حماصه، وغيرها من الحاجات كتيره اللي ظهرت في الفيلم، يعني كله بيساعد كله. وبالنسبه للاحلام المدفونه مصر ما سابهاش كده سايبه، لا ده هو ادى لمصطفى الشقه بتاعته، وادى لسعيد الكاميرا بتاعته اللي كان والده جايبها له اللي كانت عزيزه عليه عشان يشتغل عليها وما يبقاش عواطلي. لكن في اخر الفيلم المصري كان بيحاول يطلع الباسبور عشان يسافر ويطلع بره مصر، وتخيل بعد ما يسافر يرجع تاني، بعد ما ركب الطياره رجع تاني لمصر، والفيلم قفل على كده. وانا المخرج حابب يوضح لك شيء، ان لما تقعد في مصر او تعيش في مصر بتسيب جواك اثر، والاثر ده ما تعرفش تشيله. طيب وبالنسبه للسؤال الثاني هو ليه مصر اصلا ما رجعش من زمان رغم انه بقاله فتره كبيره في امريكا وما زارش مصر بقاله فتره كبيره؟ اظن تخميني بعد اللي ذكره في الفيلم انه بعد ما والده توفى هو حب يرجع يسترجع الذكريات تاني، يعني هو رجع بعد ما والده توفى وكان متخيل انه يرجع مصر يلاقي ذكرياته القديمه موجوده مستنياه. وطبعا في كتير ملاحظ جدا ان انا ذكرت الجانب الايجابي كتير في الفيلم، يعني ما ذكرتش جانب كبير من الجانب السلبي اللي الفيلم موضحه، بس انا عاوز اسيب ده لجزء تاني ان شاء الله، لان انا اصلا بحب الفيلم ده على المستوى شخصي. انا عامه ملخص حاجات كتيره في الفيلم، بس ان شاء الله في الجزء التاني ممكن اتعمق اكتر، ولو عاوزين جزء تاني اكتبوا لي في الكومنتات ان شاء الله. وبس كده، وتنسوش تصلوا على النبي، والسلام عليكم.